اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده جايلكم فيديو جديد وهنعمل مع بعض اللحمه، يعني بطريقه سهله وبسيطه. اقولك تسلقيها ازاي. انا كده معايا حله على النار فيها ميه. الميه بتغلي. عايزه اقولك ان انتي ما تمليش الحله ميه، يعني نصها ميه بس. اول ما تغلي هكون انا شطفت اللحمه بميه كده، بس مش هغسلها قوي، واصفيها من المية بتاعتها، وبعد كده احطها في المية بعد ما بتغلي. لازم المية تغلي علشان اللحمة بتاعتي ما تبص مني، لازم تنزل في مية مغلية. خلاص نزلتها كده بقى في المية المغلية. اقلبها بقى كده مع بعضها عشان المية تغلي تاني، واوزعها كده في الحلة كلها زي ما انتوا شايفين. اسيبها بقى تغلي معايا كده غلوة واتنين علشان تطلع كل الريم اللي فيها. يعني ايه، يكون كله، هتبص تلاقوه كله اتجمع في حتة واحدة. لازم تشيلي الريم بتاع اللحمة علشان الشوربة بتاعتك تطلع صافية وحلوة. لازم تشيلي الريم. بصوا على جنب اهوت هتلاقوا ايه، الريم كله متجمع في حتة واحدة. مهما غسلتي اللحمة بتاعتك لازم هتطلع ريم، ولازم تشيلي الريم بتاعها ده. ليه؟ علشان الشوربة تطلع صافية مش معكرة. هبدأ بقى ألمه كده بالراحة عشان ما يسقطش مني تحت. وفي غطا الحلة، في غطا الحلة هلمه أو في طبق. المهم ان انت تلميه في حاجة تكون غويطة شوية، ما تبقاش مسطحة. بس كده. بلمه اهوت، بلمه على مرتين. يعني كده انا خلاص لميت اول مرة، هروح ارميه بقى واغسل الغطا، وارجع تاني المه تاني لحد ما احس ان الشوربة بتاعتي رايقة وحلوة وصافية. لو في برضو حاجة على جناب الحلة زي ما انتم شايفين كده على حرف الحلة، بصوا بعد ما لميت وغسلت الغطا تاني طلع تاني. فاهمين؟ يعني هو اول كام غلوة كده هتلاقي، بص الريم كله بيطلع مرة واحدة. وما تهلكيش حتة اللحمة في الغسيل. هو بس انت هتغليها، هتشطفيها مكان ايد الجزار، لان اللحمة ما بتتغسلش كتير علشان لونها ما يفتحش منك. وهي اصلا المفروض بيبقى لونها وردي كده، فهتبص تلاقيها ابيضت. فانت اشطفيها بس في ميه كتير، وطلعيها صفيها، وبعد كده انزلي بيها في الميه المغليه. هلم الريم كله على مرتين، وما تستعجليش. خلاص، وسيبيها بقى ايه براحتها. تغلي، هتغلي كمان غلوة، هتحسي بقى ان الشوربة رايقة وصافية. خلاص كده انا الشوربة بتاعتي تمام وجاهزة لايه، ان انا استخدمها. معايا طبق اهوت فيه دي معلقة سكر كبيرة عشان تساعد على تسوية اللحمة. هنا معايا ده فص مستكة. مستكة حلوة قوي للشوربة يا جماعة. وورق رولة وحبهان، حوالي 5 6 فصوص من الحبهان. وورق رولة برضو ايه 3 4 5 ورقات كده، مش مشكلة. ولازم تغسلي الورق قبل ما تستخدميه، خلاص، علشان يبقى نظيف. مش عايزة ان افور قوي في البهارات بتاعة الشوربة عشان ما تغيرش طعمها. معايا هنا بقى بصلاية متوسطة، مقطعاها على ايديا مش في الكبة. خلاص، ورشيت عليها شوية فلفل اسود ودعكتها بيها وركنتها شوية لحد ما المية بتاعتي غليت واللحمة خلاص بقت في الحلة. جربي بقى التكة ديت في شوربة اللحمة. عايزة اقولك بتدي ريحة حلوة جدا، تعرفيها من ريحتها وكمان طعمها. يعني في ناس بتحط بصل بحاله ترميه كده في الحلة، لا جربي بس تقطعي بصلاية وبعد كده تحطي عليها فلفل اسود وتدعكيها كده وتنزلي بيها في الشوربة. ريحة وطعم حكاية. بصي تشربي احلى شوية شوربة بسبب الطريقة بتاعة البصل دي. عايزة اقولك ان البصل لو قطعتيه على ايديكي بيديكي طعم وريحة، ولو قطعتيه في الكبة برضو طعم وريحة تانية، ولو على المبشرة برضو طعم وريحة تانية، لو صحيح برضو في حتة تانية. فجربي تحطي البصل متقطع وعليه رشة فلفل اسود. انا كده بوريكم، هوطي النار وهواري بالغطا شوية لان الغطا بتاعي ايه مفهوش فتحة تخرج البخار. هيغرق لي البوتاجاز كله وهيطرطش، فسيبيله حتة مواربة شوية. اول ما تغلي بقى كده وطي عليها وسيبيها. انا كده ببص عليها بقى بشوف ايه الدنيا ماشيه ازاي، بتغلي من كل حته ولا ايه. طبعا نقلتها على عين اصغر شويه. عايزه تعرفي ان اللحمه بتاعتك استوت ولا لا، هاتي شوكه وغرزيها فيها. بصي لما غرزت الشوكه في اللحمه بقت حلوه جدا.
الشوربة بتاعتي رايقة، ريحتها حلوة، طعمها جميل جدا. طبعا ما بنحطش ملح خالص. اللي بيقولك لا الملح عادي حطيه مش هيأثر على اللحمة، لا، بجد بيأثر. كده اللحمة بتاعتي استوت، احط بقى معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناعمة. ما تزوديش عن كده، ومكعب من المرقة. خلاص. وهشوف بقى ايه الملح بتاعي. انا طبعا الفلفل والكمون عندي فيهم ملح. لو انتي زيي ما تحطيش ملح الا لما تدوقي. ومكعب المرقة دوت بيبقى فيه ملح برضو. فدوقي، ولو عايزة حطي عشان ما تحدقش منك. لو الشوربة نقصت وعايزة تزودي مية، تبقى مية مغلية. كده خلاص. اللحمة بتاعتي بصوا لونها حلو ازاي، والشوربة كمان بصوا جميلة شفافة قوي، ما فيهاش بقى ولا ريم ولا اي حاجة. حلوة قوي. اللحمة كمان عشان ما غسلتهاش كتير، اللحمة لونها حلو. والفايدة بتاعتها فيها، لان كتر غسلها هيفقدها فايدتها. خلاص. جربي بقى اللحمة بالطريقة ديت. اللحمة المسلوقة جميلة قوي. ريحة وطعم ولون وشفافة، وكل حاجة حلوة فيها في الطريقة دي. آم، اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. واشتركوا في القناة وحطوا اللايك وفعلوا بقى الجرس، دوسوا على الاشتراك مرتين واختاروا الكل. ومع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد.